كيف قدر دوري الملوك يقلب موازين كرة القدم العالمية ويصير حديث الكل؟ وليش المنتخب المغربي طلع من البطولة رغم الأداء العظيم؟ هل كان الانحياز التحكيمي سبب في هذا الخروج؟ استنونا لنكشف أسرار هالثورة الرياضية والإنجازات اللي بتحط المغرب على القمة. المباراة انتهت 2-1 لصالح كولومبيا. القصة اليوم مش عن النتيجة، القصة عن الروح القتالية اللي قدمها المنتخب المغربي رغم الظروف التحكيمية الواضحة ضدهم. الحكم تجاهل ضربات حرة مستحقة وما طلع بطاقات صفراء بحق الكولومبيين، بس المنتخب المغربي أثبت أنه بيلعب بروح الكبار واحترافية عالية. تحية لكل لاعب في المنتخب على الأداء العظيم اللي أضاف إنجاز جديد للكرة المغربية، وهذا كله تحت راية دوري الملوك اللي صار رمز للتميز بقيادة إلياس المالكي اللي بنوجه له كل التحية، وهذا لأنه رفع مستوى الدوري وجعل منه منصة عالمية لرفع اسم المغرب بكل فخر. وعلى سيرة الإنجازات عندي أخبار كتير مهمة رح أحكي لكم إياها، فلازم تتابعوا الحلقة للآخر لأنه اللي جاي أهم. طبعا ما فينا ننسى أنه المغرب اليوم صار نموذج يحتذى به في كل المجالات، من مشاريع البنية التحتية العملاقة اللي بتغير وجه المدن، لنمو قطاع السياحة اللي صار بيستقطب كل العالم، ولإنجازات رياضية بتخطف الأنظار. المغرب أثبت أنه مش بس بلد الحضارة والتاريخ، لكنه كمان بلد الطموح اللي ما له حدود. بدي اياكم اليوم تستمتعوا بكل التفاصيل اللي راح نحكيها عن الحاضر المشرق والانجازات اللي جاي، واللي بدون شك راح تغير شكل المغرب للافضل وتخليه في الصدارة. خلونا نبلش ونعيش هاي اللحظة بكل فخر وثقة. الانجازات المغربية مش صدفة، وراها تخطيط ذكي ورؤى اقتصادية قوية وناس عندها حب كبير للوطن. راح نتعمق اكثر ونفهم كيف هالمشاريع بتغير صورة المغرب عالميا وكيف بتنعكس على حياة الناس اليومية. يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك، بدنا نوصل هاي الحلقة ل 10,000 لايك، واللي جاي أعظم. اليوم جايب لكم أخبار طازة وحصرية ما حد حكى عنها. الخبر بيقول إنه المغرب يا جماعة الخير حطم رقم قياسي ب 2024 17 مليون و400 ألف مليون سائح. يا إلهي، مقارنة ب 2023 اللي زار المغرب 14 مليون ونص. طب ليش هالإقبال؟ قبل ما أحكي عن الإقبال صلوا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وخلينا نبدأ. خلينا نعيد السؤال من جديد وركزوا معاي كتير منيح. ليش هالإقبال؟ أولا التنوع الطبيعي. المغرب ما شاء الله تبارك الرحمن في البحر والجبال والصحاري وحتى مدن بتجمع بين التراث والحداثة زي مراكش وطنجة. خطوط الطيران الجديدة اللي فتحت وجهات جديدة، صار السفر للمغرب أسهل وأرخص. أنا بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج اللي رجعوا لبلدهم للسياحة ودعم الاقتصاد، طيب إيش يعني هالرقم الكبير؟ بقول لك يا سيدي، حسب وزارة السياحة الإيرادات زادت 7.2%، يعني وصلت ل 104 مليارات درهم بين يناير ونوفمبر 2024. هاي الإيرادات مش بس بتدعم الاقتصاد، لكنها بتخلق فرص عمل وبتحسن الخدمات للناس. لكن مش بس هيك، المغرب بيستهدف 26 مليون سائح بحلول 2030. تخيلوا شو ممكن يصير لما ينظم البلد أكبر حدث رياضي عالمي. هذا بيقودنا للموضوع الثاني. طبعا أكيد حنحكي عن دوري الملوك اللي عامل ضجة في كل العالم، وخاصة اللاعبين اللي أبدعوا وأمتعوا في المباريات. لكن قبل ما نحكي عن هذا الموضوع خلينا نحكي عن كأس العالم اللي راح ينظم في المغرب عام 2030. والسؤال الأهم هو شو تأثير كأس العالم على اقتصاد المغرب؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو شجعنا على الاستمرار في تنزيل المحتوى. استضافة كأس العالم 2030 كان حلم يا جماعة، والله كان حلم وصار حقيقة. المغرب بالشراكة مع اسبانيا والبرتغال بيستعد لتنظيم بطولة راح تكون واحدة من اكبر الاحداث في العالم. واحد بيقول لي شو بيعني هذا الاشي للمغرب؟ اقتصاديا يا جماعة، وهذا حسب التقديرات، قال لك كأس العالم ممكن يضيف 2 مليار دولار للناتج المحلي. اوه ماي جاد، السياح اللي راح يجوا من كل انحاء العالم راح يصرفوا مبالغ ضخمة على الفنادق والمطاعم والمواصلات. غير هيك الفعاليات حوالين البطولة راح تنشط الاقتصاد، من بيع التذاكر والبضائع التذكارية لحتى توفر فرص عمل جديدة لآلاف من المغاربة. والأهم الاستثمار بالبنية التحتية اللي بتتجهز للبطولة زي الملاعب وشبكات النقل، وهالأشياء
مش بس راح تخدم في كأس العالم، بل راح يضلوا إرث اقتصادي للبلد لسنين طويلة بعد البطولة. ومش بس هيك، الحدث كمان راح يخلق 80,000 وظيفة بالمجالات المرتبطة بالرياضة. أوه ماي جاد! وهذا مش رقم قليل. الوظائف مش راح تكون بس بالملعب، لا، بل في مجالات كتير زي البناء لتجهيز الملاعب والفنادق والسياحة لاستقبال المشجعين والخدمات العامة زي المطاعم والنقل. يعني الحدث مش بس رياضة، هو كمان دفعة قوية للاقتصاد وللشباب اللي بدهم فرص عمل. وكل وظيفة جديدة ممكن تكون نقطة تحول بحياة عيلة كاملة. أما سياحيا فخليني أوضح لكم الصورة بشكل أعمق، بس يا ريت تعمل لايك. بناء ملعب بن سليمان اللي قال لك راح يكون الأكبر عالميا، مش مجرد بناء عادي، هذا مشروع استراتيجي. تخيلوا ملعب بهالحجم والشكل راح يصير وجهة للسياح من كل مكان حتى بعد ما تخلص البطولة. ليش؟ لأنه كل الملاعب الكبيرة هي أكثر من مجرد مكان للمباريات، هي معالم بحد ذاتها زي ملعب ويمبلي أو كامب نو اللي بيجذبوا ملايين الزوار سنويا. وكمان تجهيز البنية التحتية حوالين هالملاعب زي الفنادق الحديثة، الطرق السريعة، المواصلات العامة المتطورة، راح يحول تجربة السياح لشيء سلس ومميز. يعني لما السائح يجي على المغرب عشان يحضر بطولة أو يشوف ملعب عالمي راح ينبهر بكل إشي حواليه، من التنظيم للضيافة. وانتم عارفين تبارك الله المغاربة أهل الكرم والضيافة. وهذا مش بس راح يرفع عدد السياح بشكل مباشر، بل كمان راح يخليهم يحكوا عن التجربة وينصحوا غيرهم يزوروا المغرب. وأنا من عندي بقول لكم يا جماعة الخير، أي واحد بيشوفنا من برا المغرب تعالوا المغرب، لأنه حتنصدموا وتنبهروا. يعني البطولة هي البداية، والنتائج السياحية رح تضل تستمر لعقود قدام. أما على مستوى البنية التحتية وهين القصة تاخد منحنى استراتيجي طويل الأمد. الحكومة المغربية مش بس بتفكر بكأس العالم 2030، لا، هي كمان شايفة في فرصة لتطوير شامل. طب كيف؟ استثمارها بالمواصلات زي القطار السريع اللي راح يربط مدن رئيسية زي مراكش وأكادير، والطرق الحديثة اللي راح تسهل التنقل بين المدن، مش بس لخدمة المشجعين والزوار خلال البطولة، لا، بل كمان لتحسين حياة المغاربة يوميا. تخيلوا معي لما يكون السفر بين المدن أسرع وأسهل، شو اللي بيصير؟ الاقتصاد المحلي بينتعش، المناطق الأقل تطورا بتصير أكثر اتصال بالأسواق الرئيسية، والسياحة الداخلية والخارجية بتزيد بشكل طبيعي. وفوق هيك هاي المشاريع بتترك إرث مستدام. يعني حتى بعد ما تخلص البطولة هالتحسينات بالبنية التحتية رح تضل تخدم البلد لعقود. فالموضوع مش مجرد مواصلات، هو رؤية لتحويل المغرب لنقطة اتصال حضارية وسياحية عالمية. دوري الملوك مش بس بطولة كرة قدم عادية، هي فكرة عبقرية مرتبطة بعصر السرعة والسوشيال ميديا. بيكي بيقول، اللي هو طبعا مؤسس البطولة، فهم انه الناس بهالايام بطلت تتحمل مباريات طويلة ومملة، الكل صار بده حركة، حماس، اثارة فورية. عشان هيك كل مباراة بدور الملوك عبارة عن 40 دقيقة من الاكشن الخالص، لا وقت للملل ولا مكان للروتين. الحلو في البطولة انه ما بتخلي الحماس بس للاعبين، المشجعين كمان هم جزء كبير من اللعبة. الملاعب مليانة طاقة والجمهور ما بيقدرش يغمض عينيه ولو للحظة واحدة. المغاربة دخلوا هالبطولة بطريقة بتعكس ذكائهم الكروي وقدرتهم على التكيف، حققوا إنجاز تاريخ يضاف إلى سجل إنجازاتهم الإبداعية. وهذا بيعكس إبداع المغاربة وفهمهم لتطورات العصر الجديد، السرعة، الابتكار، الإثارة. وبهذا الأداء اللي شفناه بدوري الملوك المغرب بيثبت انه قادر ينافس بكل الاجواء سواء كانت تقليديه او عصريه. وهذا انجاز مش بس رياضي، بل رساله انه المواهب المغربيه بتقدر تبدع باي مجال. الى هنا نصل الى نهايه الحلقه، شكرا لمتابعتكم، وبتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم. مزيدا من التالق، مزيدا من النجاح، مزيدا من العطاء لهذا البلد، الله يحفظه ويحفظ شعبنا المغرب الحبيب. وإن شاء الله نلتقي بفيديوهات جديدة بنحكي فيها عن كل ما هو جديد فيما يخص المغرب. بنشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. صحيح اللي مش مشترك بالقناة يا ريت يشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات لحتى يوصلوا كل جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء.